السلام عليكم وعليكم البنات، تكونوا بخير وعلى خير. عندي لكم كيكه اللي ساهله البنات وكتجي بنينه بزاف. الارقص الوليدات يحماقوا عليها. مباشره البنات في الوصفه قبل ما نبداو دائما الصلاه والسلام على رسول الله ونبداو في الوصفه. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا جوج خيزويات اللي نقيت وغسلت، عندي هنايا جوج تفاحات، وعندي هنايا ليمونه. بقاو معايا صافي البنات، وغنبداو نحكو داك الخيزو. من بعد ما حكيت هنايا خيزو غنحك التفاح. من بعد ما حكيت هنا التفاح من الاحسن تحكوه بالجهه الغليظه البنات. صافي وعندنا هنا القشر د الليمون. هذا ان ما من بعد ما حكينا خيزو والتفاح والليمون غندوزو مباشره باش نكبو هادشي في شي اناء ولا بانيو ولا اي حاجه عندكم، ونحطو كلشي فيها. من بعد ما كبينا كلشي عندي هنايا كاس ديال الليمون، عندي شويه د الملحه، عندي هنا كاس ديال الزيت، عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنا كاس ديال السنيده، عندي هنا كيس ديال الفاني. صافي من بعد ما حطيت كلشي غنخلط مزيان. من بعد ما خلطنا هادشي مزيان البنات غندوزو مباشره باش نبداو نحطو الطحين. عندي هنايا كاس ونص ديال السميده البيضاء، عندي هنا كاس ونص ديال الفورص، هنا زدت النص البنات راه ما تشدليش في التصوير. صافي من بعد ما كبيت كاس ونص ديال السميده وكاس ونص ديال الفورص، المجموع كامل هو 3 الكيسان البنات. صافي وغنبداو مباشره باش نخلطو. صافي وندوزو مباشره نخلطو كلشي مزيان. عندي هنايا جوج خميرات 8 غرام 8 غرام، المجموع ديالهم هو 16 غرام. عندي هنايا شويه ديال الخل، صافي نخلطو كلشي مزيان ونحطوه في الماء. صدقوني البنات راه كتجي بنينه رائعه، راه ما كتحسوش نهائيا بالمذاق ديال الخيزو وديال التفاح. كنتمنى البنات تجربوا الوصفه. هنا المول راه دهناه بالزيت، وعندنا هنا السميده. من بعد ما دهنا المول ديالنا البنات بالزيت والسميده غندوزو مباشره باش نكبو الخليط ديالنا. من بعد ما كبينا الخليط ديالنا صافي نديرو هكا، نحاولوا نضربوها مع الارض وندخلوها مباشره للفران. انا عندي غير الفران د الغاز، غنحاول نقصها مزيان العافيه تبقى مهيله ونخليها طيب على خاطرها حتى تنفخ لينا مزيان. كيف ما شفتوا معنا هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا، راه كتجي رائعه حمراء، كتجي لا في الشكل ولا في المذاق رائعه جدا. غنخليوها هنا حتى تبرد لينا مزيان، عاد نحيدوها من المول ونزينوها باش ما كان اي حاجه عندنا في الدار غنزينو بها. كيف ما شفتوا معنا هذا هو الكيك ديالنا. تقدروا تزينوا، انا هنا زينته بخطوط ديال الكوك، وهنايا شويه الشكلاط وشويه ديال التفاح
والليمون. نتوما تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتو. ندوزو نقطعوها ونشوفوا. هنا البنات الكيكه راه مازال سخونه، مازال ما برداتش ليا مزيان. شوفوا كيفاش كتجي البنات، صدقوني كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. بالاخص البنات المذاق، شوفوا كيفاش كتجي رطبه، كتجي رائعه البنات. بالاخص المذاق ديال التفاح وخيزو كيعطي واحد النكهه زوينه البنات. كنتمنى تجربوا الوصفه، والى عجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو الفيديو، ودائما البنات تفعلوا الجرس. وهنا نقول لكم بالصحه والراحه وبسلام عليكم، فيديو جديد، وصفه جديده، ومع السلامه.